طيب يا صاحبي ركز معايا، لو انت بتفكر ان انت تبدا على يوتيوب وعايزني اديك نصيحه، فانا هديك نصيحه واحده بس، نصيحه واحده بس. دي نصيحه ما فيش زيها. النصيحه دي هي انك ما تبداش على يوتيوب. والله. انترو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ طيب خليني في بدايه الفيديو كده احكي لك قصه قصيره حصلت معايا من سنه كده. كان في حد قال لي ما تجرب تعمل المحتوى اللي انت بتعمله على يوتيوب، جرب تقدمه على تيك توك. الموضوع بالنسبه لي كان غريب جدا. تيك توك ده في ناس تانية بتقدم محتوى تاني، انا ايه اللي يجيبني انا وسط الناس بتوع التيك توك اللي هم بيقدموا حاجه تانية خالص؟ ازاي؟ المهم قعدت فتره رافض هذه الفكره تماما، وفضل نفس الشخص يقول لي يا ابني جرب معلش، وفضل يزن عليا يعني على طول. بالفعل خلاص قررت ان انا هبدا على تيك توك وهبدا اعمل فيديوهات. والمفاجاه بقى، المفاجاه ان انا هناك عملت 5 فيديوهات، كل فيديو دقيقه، 5 فيديوهات. وعند الفيديو الخامس كنت اتميت على تيك توك 300 متابع. طيب لو انت شايف ان ده عادي، فخليني اقول لك برضو الناحيه الثانيه انا عملت ايه على يوتيوب. على يوتيوب انا وصلت 300 متابع او 300 مشترك لما عملت 25 فيديو، كل فيديو فيهم 10 دقائق. يعني 25 فيديو، يعني مش 5 فيديوهات، وكل فيديو مش دقيقه كمان، لا ده 10 دقائق في المتوسط. في فيديوهات كانت اطول من كده، وفي فيديوهات كانت اقل من كده، حاجه بسيطه 8 دقائق مش عارف ايه. في البدايه قبل ما نكمل كده، الموضوع لسه ما سخنش، فاوصل لحد المطبخ، هات لك كوبايه شاي، كوبايه قهوه، مش عارف ايه، وتعال علشان شكل كده القعده هتحلو. طيب انا لبست الخواتم بتاعتي، يلا بينا نكمل. طيب صناعه المحتوى حاليا على يوتيوب للاسف هي حاجه صعبه جدا، مع وجود صناع محتوى كبار على يوتيوب بامكانيات ممتازه وحاجات انتاجها ضخم جدا على اي مبتدئ، فبالتالي بيصعب على المبتدئ ان هو يبدا وسط الناس دي. يعني الشيء الطبيعي مع اي مبتدئ في عالم صناعه المحتوى ان هو ما معهوش اي امكانيات، حد بادئ، فبالتالي هو معهوش اي امكانيات، هو مش بيبدا بامكانيات، فبيكون صعب عليه ان هو يوصل لمستوى كويس او يقدر ينافس الناس دي. الناس دي بتسجل بمعدات كويسه جدا، بكاميرات كويسه، مايكات كويسه، كل دي حاجات كويسه، وانا كمبتدئ اللي انا بادئ المفروض ما معيش اي امكانيات، وده الطبيعي. فبالتالي صعب عليا ان انا اوصل لمستوى الناس دي، لان الناس دي عندها جمهور، فبالتالي الجمهور بتاعي مش هيسيبهم وينزل عندي انا اللي انا بدون امكانيات. طيب ده بقى ياخدنا لحته تاني، وهو اشمعنى انا بقول لاي مبتدئ في عالم صناعه المحتوى انه ما يبداش على يوتيوب؟ اشمعنى انا بقول له ابدا على تيك توك بلاش يوتيوب؟ اولا علشان في بالفعل ناس صناع محتوى كتير جدا على يوتيوب بيقدموا نفس المحتوى اللي انت بتقدمه، فصعب ان انت كحد مبتدئ تنتشر وسط الناس دي، حتى لو انت بادئ بشكل مختلف ومختلف عن كل الناس دي، الموضوع بقى صعب. كمان علشان المعدات اللي معاك اكيد مش زي الناس اللي بدأ قبلك، فده بيبقى تحدي كبير جدا بالنسبه لك. ففكره ان انت تبدا صناعه محتوى وسط ناس كبيره جدا بتقدم نفس محتواك، ده تحدي كبير جدا جدا بالنسبه لك في المجهود وفي الامكانيات. طيب نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو، وهو ليه انا بقول ان تيك توك هو المنصه المثاليه لصناعه المحتوى بدلا من يوتيوب، ما قلتش ليه مثلا فيسبوك. طيب خلينا نضرب مثال بالاكل. في اكل بطيء التحضير زي صينيه البطاطس مثلا، وفي اكل سريع التحضير زي الهمبرجر. صينيه البطاطس هي حاجه عمليتها طويله، او البروسيس بتاعتها علشان تبقى جاهزه طويله، محتاج تقطع الطماطم وتقطع البطاطس وتغسلها ومش عارف تسلق اللحمه والحاجات دي كلها، فالبروسيس نفسها بتاخد وقت عقبال ما في الاخر تحصل على النتيجه اللي هي صينيه البطاطس. على الناحيه الثانيه الهمبرجر، وهو مثال للاكل سريع التحضير، هو اكل مش بيحتاج وقت علشان يبقى جاهز زي صينيه البطاطس، لا هي حاجه فاست فود من اسمها، اكل سريع التحضير، حاجه انت بتحطها في الزيت لمده دقيقتين او 3 دقائق وبس كده بتطلع وبتبقى جاهزه ان انت تاكلها، فده اسمه اكل سريع التحضير. خلينا بقى ناخد نفس المثال ده في صناعه المحتوى. صناعه المحتوى هي في منها نوعين برضو، صناعه محتوى بطيء وصناعه محتوى سريع، وده المستجد علينا. مثال على صناعه المحتوى البطيء يوتيوب. انت علشان تعمل فيديو على يوتيوب، او انا علشان اعمل فيديو على يوتيوب باخد مثلا 4 ايام، اسبوع، احيانا في فيديوهات بتاخد مني اسبوعين بسبب البروسيس الطويله اللي انا بمر بيها، فده يوتيوب مثال لصناعه المحتوى البطيء. على العكس تيك توك هو منصه لصناعه المحتوى السريع. انت بتقعد بتحط الموبايل قدامك تسنده على حاجه، بتنور الاضاءه بتاعتك او نور الاوضه بتاعك، وتبدا تتكلم، ومعاك دقيقتين تتكلم فيهم مش اكتر من كده. بعد كده لو انت عايز تكتب حاجه على الفيديو، عايز تحط فيديو على فيديو، الحاجات اللي هي المونتاج البسيط دي بتعملها، وبعد كده بترفع الفيديو. ده اسمه محتوى سريع، محتوى سريع التحضير. انت علشان تعمل فيديو اقصى حاجه ساعه، ممكن يوم مثلا، ده لو انت كسلان كمان، فالفيديو نفسه دقيقتين مش بياخد منك اي وقت على الاطلاق الا لو في التحضير
التحضير وفي التصوير اللي هو حاجه بسيطه جدا، والفيديو نفسه صغير. خد بالك برضو انت لو جربت تعمل محتوى سريع زي محتوى التيك توك على يوتيوب، فيوتيوب مش هيساعدك في كده. يوتيوب الخوارزميه بتاعته بتقول كده ان انت تعمل فيديوهات 8 دقائق او اكتر علشان الفيديو بتاعك ينتشر. معناه ان يوتيوب بيقول لك اعمل فيديوهات فوق 8 دقائق، علشان لو انت عملته اقل من 8 دقائق انا مش هقدر اساعدك فيه. دي مش الطريقه اللي انا بنشر بيها الفيديوهات. انا بنشر الفيديوهات اللي فوق 8 دقائق او اكتر. معاك انت لا مش قوي. تيك توك بقى هو اسمه منصه فيديوهات قصيره، ده اسم المنصه، هم اللي سموا نفسهم كده، فبالتالي هو بيدعم الفيديوهات الصغيره، دقيقه، نص ثانيه، دقيقتين بالكتير قوي. فبالتالي هو اسمه منصه فيديوهات قصيره، معموله علشان المحتوى القصير، المحتوى سريع التحضير زي ما احنا سميناه. فانت كصانع محتوى مبتدئ علشان تعمل فيديوهات على تيك توك مدتها دقيقه، ده مش بياخد منك اي مجهود خالص، مش بيطلب منك اي مجهود غير ان انت بتصور بامكانيات عاديه جدا. ولو انت هتعمل مونتاج بسيط جدا على التليفون كمان، مش هتحتاج لبي سي وبقى وبي سي بامكانيات معينه، لا انت على التليفون بتقدر تعمل مونتاج كويس جدا للفيديو بتاعك وبترفع الفيديو. وثانيا بقى، وده البيج ديل، طيب ايه هو بقى البيج ديل او الصفقة الكبرى اللي بيخلينا اقول ان تيك توك هو المنصة المثالية لصناع المحتوى المبتدئين بفم مليان او بثقة كبيرة؟ هو البيج ديل او الميزة اللي بتميز تيك توك عن بقية المنصات الخاصة بصناعة المحتوى زي فيسبوك ويوتيوب وكده. البيج ديل في تيك توك هو سرعة الانتشار. تيك توك حاليا هو المثال الحي اكيد قدام اي حد لسرعه الانتشار. انت ممكن تعمل فيديو حرفيا تنام تصحى تاني تلاقي الفيديو ده ضرب 10,000 مثلا 20,000. ومش بس كده وخلاص، لا انت حرفيا اي فيديو هتعمله على تيك توك هيجيب فيوز. اي فيديو حتى لو انت عندك 0 متابعات، اي فيديو هتعمله هيجيب فيوز، الناس هتشوفه. ده كده العادي بتاع التيك توك. واللي مش عادي قوي هو ان انت بتوصل لارقام كبيره قوي في الفيوز. يعني انت مثلا لو بتعمل 5 فيديوهات، 4 فيديوهات ممكن ما يجيبوش فيوز كويسه قوي ولكن هيجيبوا، وفيديو واحد ممكن يجو فايرال، ممكن مثلا يوصل ل 4000 او 5000 شخص فيجي لك منهم متابعات زياده 200 او 300 متابع. والموضوع مش ارقام وخلاص، لا الارقام دي ناس حقيقيين بيشوفوا الفيديو، والدليل ان انت هتلاقي ناس كاتبه تعليقات وناس عامله لك متابعات، فده حقيقي. كل فيديو انت بتعمله بيجيب فيوز، وفي فيديوهات هتعملها هتضرب معاك في السماء 2000 3 10 هكذا. بقى كل اللي عليك ان انت تصور فيديو بكاميرا تليفونك وتعمل له مونتاج على اي برنامج مونتاج على التليفون وبس كده، ولا اي امكانيات ولا اي تعب في المعدات. وخد بالك ان ده كان التحدي في يوتيوب، يعني الحاجه الوحيده اللي انا كنت بسببها بقول لك ما تبداش على يوتيوب هو كان بسبب تحدي الامكانيات والمعدات اللي مع الناس التانية اللي هي اكبر منك. في تيك توك بقى مفيش الكلام ده نهائي. انت بتمسك تليفونك بتسنده على اي حاجه وبتصور الفيديو وبتعمل له مونتاج باي برنامج مونتاج بسيط من اللي هم بتوع التليفون وبس كده. اساسا تطبيق تيك توك هو لو انت مش ملاحظ حتى الان هو معمول بابعاد التليفون، الابعاد الطويله مش الابعاد العريضه. اذا هو مستهدف مين؟ الناس اللي بتصور بالتليفون. فده اكبر دليل ان تيك توك هو تطبيق معمول للناس اللي هي مش معاها امكانيات. حتى كمان بص على فيسبوك هتلاقي فيه فيديوهات بتجو فايرال كتير جدا بتبقى متصوره بكاميرا التليفون. الموضوع في تيك توك مش زي ما انت فاهم ان هو زي يوتيوب بقى ومحتاج معدات وكده، لا هو تيك توك اساسا مش محتاج ناس معاها معدات، هو هدفه الاساسي فيديوهات قصيره. طيب الفيديوهات القصيره دي هتتصور بكاميرا وانتاج ضخم؟ لا طبعا. الفيديوهات السريعه دي اساسا بتبقى اسمها فيديوهات التليفون، لان هو الحاجه الوحيده اللي بتصور بسرعه. انت بكاميرا محتاج تلون، محتاج تعمل مونتاج والحاجات دي كلها، لان المنتج اللي بيطلع من الكاميرا ما بيبقاش جاهز على طول. فده كده ما اسموش منتج سريع، انما المنتج السريع هو المنتج اللي بيطلع من التليفون. اهم حاجه بس في الموضوع هي جوده صوتك انت، وان وشك يبقى متنور وانت بتصور، وان انت تقدم حاجه مفيده الشخص اللي بيتفرج على الفيديو يتابعك علشانها. يعني انت ممكن اول فيديو تعمله ليك يشوفه 200 واحد مثلا، اول فيديو تعمله ليك وانت 0 فولور حرفيا هيشوفه 200 واحد. حاول على قد ما تقدر تتعب في الفيديو ده علشان ال 200 شخص مثلا اللي بيشوفوا الفيديو فيعملوا لك متابعه. فاذا انت كده بتستفاد جمهور حقيقي، مش جمهور اي كلام على محتوى اي كلام. لا انت بتعمل محتوى كويس، طالما الشخص استفاد قلت له اعمل له متابعه هيعمل لك متابعه عادي. وما تقلقش تماما، انت لو عايز تروح على يوتيوب بعد كده وانت عندك عدد متابعين كويس 10,000 مثلا، اعمل فيديو سريع: يا جماعه انا عملت قناه على اليوتيوب ممكن تروح تشتركوا فيها، هي دي اللي هنزل فيها فيديوهاتي في المستقبل. فهتلاقي الناس راحت لك يوتيوب بسبب المحتوى اللي انت بتقدمه. فحاول تكتسب جمهور من تيك توك. ولو انت حابب فكره يوتيوب والطريقه اللي بيتعامل بها يوتيوب وفكره الربح وكده، فانت كده مؤهل ان انت تستثمر في يوتيوب، لان انت معاك جمهور. انت مش هتستثمر وهتنتظر الجمهور، لا انت معاك الجمهور. ولما تروح على يوتيوب ابقى استثمر بقى في معدات وحاجات زي كده علشان تعرف تقدم محتوى كويس على يوتيوب يكون بينافس. بس كده، ده كده كان الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا. اعتقد ان انت تحفزت قوي دلوقتي وعايز تقوم تصور فيديو، ولكن لحظه واحده
هقول لك على حاجه، خلينا بس قبل ما نقفل الفيديو اقول لك على كام نصيحه هيساعدوك عموما في صناعه المحتوى ايا كانت المنصه اللي انت بتصنع فيها محتوى، ولكن بشكل كبير هيساعدوك في صناعه المحتوى على تيك توك. اولا لو انت هتعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتك فحاول كل ثانيتين بالكتير قوي 3 ثواني تعمل كات ما بين حاجه وحاجه، لان تيك توك هو منصه فيديوهات سريعه، اذا الشخص اللي بيشوفك بسرعه وعايز يقلب على اللي بعدك، فحاول على قد ما تقدر تجذب عينه اكتر واكتر علشان يفضل موجود معاك ومركز معاك انت. فممكن ثانيتين واقلب مثلا على سكرين ريكورد للشاشه بتاعتك لو انت بتشرح حاجه، او ثانيتين وهات له فيديو من بره من يوتيوب مثلا فيديو توضيحي، او ثانيتين وحط له زوم ان، او ثانيتين وحط له زوم اوت، او ثانيتين وحط له تكست. اهم حاجه حاول تشغل عينه ببي رولز كتير علشان يفضل مكمل معاك، لان زي ما قلت لك فيديوهات سريعه اذا هو مستعجل. ثانيا خش على يوتيوب واكتب الهاشتاجات والاكسبلور في تيك توك، هتلاقي ناس بتشرحهم وازاي بيشتغلوا. هو ده بس الاس اي او بتاع تيك توك، هو حاجه بسيطه جدا. فخش ابحث في يوتيوب عن الهاشتاجات والاكسبلور، اعرف عنهم اكتر واعرف ازاي بيتكتبوا واعرف ايه فايده الاكسبلور والحاجات اللي زي كده، علشان هيفيدوك ان انت فيديوهاتك تنتشر اكتر وسط الناس. ثالث نصيحه، جرب تعمل اول 10 فيديوهات ليك باساليب مختلفه عن بعض. يعني انت مثلا بتقدم محتوى معين، المحتوى ده في منه تفرعات، فانت حاول تخلي اول 10 فيديوهات ليك مثلا تفرعات في المحتوى بتاعك، بحيث ان انت تعمل تشكيله في البدايه وتشوف الناس مهتمه بانهي توبيك اكتر او انهي جزء صغير اكتر في المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه، لان المحتوى كبير جواه حاجات صغيره، فانت حاول تشكل في الحاجات الصغيره دي علشان تشوف الناس مهتميه او بتركز على انهي حاجه من الحاجات دي، وتبدا بقى تهتم بيها، علشان في الاول انت محتاج تجيب جمهور. فانت لما تعرف الناس مثلا مركزه على الجزء ده اعمل عنه فيديوهات كتير يجيب لك جمهور، وبعد كده اعمل فيديوهات عن الحاجات اللي انت عايز تعمل عنها. بس كده دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده، يعني اتمنى ان انت تكون استفدت وفهمت انا بكلمك في ايه، لان حاليا حرفيا يوتيوب صعب عليا وعلى اي صانع محتوى كبير، المنافسه شديده جدا حتى بين الكبار، مش بين الصغيرين والكبار، لا بين الكبار وبعض في منافسه. حاليا البدايه بالنسبه لاي مبتدئ صعبه جدا، وفكره ان انت توصل لرقم معين في يوتيوب ده تحدي بالنسبه لك كبير. انت لو حرفيا وصلت ل1000 مشترك على يوتيوب في البدايه فانت كده بطل حرفيا. انا من 2019 ولما وصلت 1000 مشترك انبسطت جدا، لان كان عدى اكتر من سنه على وجودي في يوتيوب وكنت لسه واصل ل1000 مشترك، فالموضوع بالنسبه لي كان تحدي كبير جدا. اتمنى ان انت ما تخوضش تحدي زي كده، لان هو هيبقى متعب جدا ليك بالنسبه للقيمه اللي انت بتقدمها مقابل الحاجات اللي انت بتاخدها زي جمهورك. انت بتاخد جمهور قليل جدا مقابل مجهود كبير قوي بتبذله في يوتيوب، ابعد عن يوتيوب دلوقتي، خليك في تيك توك، حاجه هتديك فعلا مقابل التعب اللي انت بتتعبه. يعني لو تعبت في فيديو هيجيب فيوز، ولو ما تعبتش في فيديو فالناس مش هتحبه، هيبان لك اول حاجات اللي زي كده وتقدر تجيب منها جمهور، علشان فعلا يعني تقدر تستمر حتى وتستثمر في حاجه وانت عندك ثقه ان في ناس هتتابعك، او تعرف ان انت فيك التالنت في حاجه معينه. فبس كده انت عارف انت هتعمل ايه دلوقتي، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشترك في القناه، ولو انت شايف ان الفيديو ده مفيد لحد فشير، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.